السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. اللي حابب يطلب يا جماعة من خلال رقمنا على الواتساب 010 13 03 0875. قول الرقم تاني: 010 13 08 75. ده بقى ليفل الوحش من اللي هي ايه بيقولوا عليها ايه، الهير ستايلر، اللي هي سشوار، هنعتبره سشوار لتجهيز الشعر. طبعا بيجي اكسسوارات كتيرة ومتعددة، وطبعا ده منين؟ من شركة دايسون الشهيرة. طبعا انتوا معظم الناس تعرف ان دايسون في المكانس اللاسلكية هي رقم واحد. كمان هي صراحة مميزة جدا في الأجهزة العناية بالشعر. ده من ضمن الأجهزة المميزة، ده أحدث حاجة، ده اسمه اير وارب بعدين كو اند 2 اكس ستريت اند ويفي. يعني هما اكتر من موديل، انا بصراحة ما عنديش خبرة قوي فيهم، بس الأجهزة دي هي ليفل الوحش زي ما بيقولوا، رقم واحد. زي ما انتوا شايفين الجودة والفخامة في الخامة. طبعا بيجي معاها كل الفرش اللي تقدري تحتاجيها وتستعمليها في العناية في الشعر، سواء تجفيف الشعر، سواء الكيرلي، سواء الكوي الشعر. جهاز مميز، وبيجي معاه العلبة الجميلة دي عشان تحتفظي بكل مكوناته معاه. طبعا جهاز تكنولوجيا عالية جدا وجودة ممتازة. طيب خلينا كده نستعرض معاكم مكونات الجهاز ومواصفاته. طبعا الجهاز ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، كفاءة وجودة. ده الجهاز الرئيسي، طبعا بيشتغل، ده زرار الاون والاوف، وهنا اقدر اشغله بارد بس بدون سخان. وهنا في زرار لو انتم شايفين، ده التحكم في سرعة دوران المروحة، وهنا التحكم في قوة التسخين، يا اما سخن قوي يا اما وسط. وكل الكلام ده هنستعرضه معاكم في الفيديو. كمان هنا في كلين فلتر، هنا في فلتر عشان حتى الهواء اللي خارج ما يكونش خارج برذاذ او حاجة، يكون مثلا اتربة او اي شيء، عشان مرضى الحساسية. طبعا هو ما يشتغلش لو انتوا خدتوا بالكم، بصوا على الوضع مكفي برضو، ده من ضمن التكنولوجيا. بصوا مهما شغلت ما يشتغلش ليه، كنوع من انواع السيفتي. هو يشتغل في الوضع العمودي على طول اهو، دوسنا. وهنا زي ما انتوا شايفين المروحة اقل حاجة والسشوار اقل حاجة. اقدر بقى ازود، هنا سرعة المروحة زودتها درجة، درجتين، وهكذا. نفس الكلام التسخين، سرعة كده لغيت التسخين او شغلته، او كده زودت درجات التسخين. طبعا هو بيجي بقوة 1500 واط، بيجي ب 1700 انا اسف. بصوا الادابتور بتاعه، انا اول مرة اشوف صراحة ششوار بادابتور بياخد ال 220 بيحولهم ايه مش عارف، بس هو ما شاء الله مكتوب عليه 1700 واط. هل تقريبا هو اللي بيوصل 1700 واط؟ ما عنديش فكرة صراحة. تكنولوجيا عالية. كمان الجهاز ده يا جماعة نقدر نوصله اهو في خاصية البلوتوث، شايفين علامة البلوتوث اهي باينة. دي بننزل البرنامج اللي اسمه ماي دايسون، اللي عندهم مكانس الدايسون عارفينه، ينزلوا البرنامج ويدوسوا ماي ديفايس، يضيفوا اجهزتي بمعنى صح، ويقدروا بقى يضيفوه. ميزة الدايسون يا جماعة الدعم الفني بتاعها ممتاز. في بقى عناية، يديك فيديوهات ازاي تستعملي الفرش المنوعة، يديكي اشكال قصات. يعني بصراحة خادمينه جدا، وكله فيديوهات تعليمية. طيب ايه بقى القطع اللي بتيجي معاه؟ خلينا كده ايه، بس انتوا ساعدوني عشان انا مش خبير قوي في الحاجات دي. هنا بيجي قطعتين، واحدة رفيعة بتاعة الشعر الكيرلي، وواحدة اعرض منها شوية، دي للشعر الكيرلي. تمام، دي تجفيف للشعر تقريبا من الداخل لو انا فاهم صح. احنا بنحط بشوف ان الشعر بيدخلوه من هنا كده، ونمشي القطعة دي كده من جوه الشعر، فالهواء من الداخل يعمل عملية تجفيف. دي سهلة، دي قطعة مكوى اهي، بنعمل كده ونقفل على الشعر، ونمرر الشعر ما بين القطعتين اللي هم السخنين اللي هم في الداخل دول. حاجات صراحة جودة ممتازة يا جماعة. طبعا دول بقى فرشتين، واحدة عريضة بالشكل ده اهي،
زي ما انتوا شايفين. كل ده طبعا بيركب على السشوار. وواحدة اللي هي الدائرية دي اهي شكلها جميل. طبعا برضو في المشط ده عشان نبدأ عملية تسليك الشعر قبل الاستعمال. جهاز مميز بصراحة، جودة عالية، تكنولوجيا، يعني مميز جدا. اهو المشط اهو في العلبة دي. خلينا كده نشوف معاكم ايه الكرتونة. طبعا ده الاصدار السبيشال اديشن بمعنى صح، او النسخة السبيشال الخاصة، هو كاتب لك عليها اهو سبيشال اديشن دايسون اير وارب مش عارف كو اند 2 اكس، معرفش هو الاسم الموديل كده، ستايلر اند دراير. بعدين بيعمل ستريت وويفي، يعني تقريبا حسب الاكسسوارات بتختلف. طبعا هو هنا كاتب لك على الكرتونة بتنزل برنامج ماي دايسون وتوصل بالموبايل بتاعك الجهاز من خلال البلوتوث. هنا بقى بيقول لك المكونات اللي معاه 2x air pressure with Dyson hybrid medium، يعني بيقول لك مرتين air pressure، يعني ضغط الهواء اقوى مرتين. تمام. 2 موتور most powerful multi styler، ما شاء الله جواه موتورين، مش فاهم ازاي صراحة بس ما شاء الله حاجة عالية بصراحة. الأمانة يا جماعة دايسون معروفة بالتكنولوجيا العالية بتاعتها. هنا بيقول لك 2 موتور our most multi styler، يعني موتورين جوه الجهاز عشان تقدر تستخدمهم في الاستعمال. طبعا انتوا عارفين الدايسون عندها 3 مصانع، واحد في الصين، واحد في الفلبين، واحد في ماليزيا. الجهاز ده مصنع في ماليزيا. هو كاتب لك اهو 220 240 الفولت، طبعا 50 60 يشتغل في مصر، والواط 1700 واط. وادي طبعا السيريال نمبر اللي انت بتضيف، وهنا اهو صنع في الفلبين. تمام. هنا بقى دي شكل الاشكال اهي كاتب لك عليها، دي الاكسسوارات او الاكسسوارز اللي بتيجي معاه. هنا اهو قال لك دي فاست دراير، دي اللي بنستخدمها في التجفيف، القطعه دي اللي هي القطعه الاورنج دي فاست دراير كنترول هاير مش عارف ايه اير فلو فور فاستر دراينج، للتجفيف السريع. لو انت شعرك مبلول على طول بتجفف سريع. بعد كده 30 ملي كيرلينج بارل، القطعه دي اللي هي الكبيره دي 30 ملي للشعر الكيرلي، سوري دي الصغيره اللي هي دي 30 ملي. وفي واحدة تانية بتعمل شعر كيرلي 40 ملي، يعني 40 ملي، يعني 4 سنتي يمكن ولا ايه، انا مش عارف صراحة. بعد كده اير سموث اتاشمنت اللي هي القطعة دي، اير سموث اللي بتعمل الشعر سموث يعني. وانتي سناج لوب برش اللي هي القطعة دي. ترجموا بقى ورانا انتوا يا جماعة. وفي بعد كده فوليمنج، دي اللي بتكثف الشعر، اللي هي الفرشة الكبيرة دي، يعني بتكثفه، قصة الأسد نعتبرها. وطبعا هو هنا بيشرح لك بقى ازاي تنزل برنامج ستايلينج اكسبيرينس. بيديك بقى هنا بيقول لك كونكت تو دايسون ابلكيشن، يعني وصل جهازك ببرنامج ماي دايسون، تطبيق ماي دايسون، وحط بياناتك. وهو هنا يديك بقى كل الفيديوهات التعليمية، ويقول لك مدة شغل الجهاز قد ايه ودرجة حرارته قد ايه. شغل عالي، تكنولوجيا عالية بصراحة، ما تجيش مع، يعني انا ما شفتش حاجة كده بالكفاءة والتكنولوجيا العالية دي صراحة. ده كده كان ريفيو سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.